يا صباح الفل على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هيبقى كده تاني يوم او تالت يوم من ايام رجب. ربنا يا رب كده يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان، اللهم امين. مين بقى فيكم مشتاق لرمضان زيي؟ انا بصراحة اول ما بيجي جماد التاني بحس بقى ان انا بصوا عايزة انط كده على الشهر الكريم، بصراحة يعني اجمل شهر في السنة. ربنا يبارك لنا فيه بجد يا رب، هو هدية من الرحمن. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي جايه لكم بجد بفيديو شتوي جامد جدا 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 وخطير، وعايزه اقول لكم بجد والله يعني بصوا زي العسل. مش هتكلم كتير عن الفيديو بتاع النهارده، بس عايزه اقول لكم على حاجه قبل ما ابدا معاكم في الفيديو. في كده شوية كلام يعني محشورين في زوري لناس معينين، فئة معينة كده من متابعين القناة، أو يمكن يكونوا أصلا مش بيتابعوني وبيدخلوا كده بس يضايقوني وبعد كده بيخرجوا. الكلام ده للمرة التانية يا جماعة، مش للمتابعين يا حبايب قلبي المحترمين، لا لناس معينة. كل مرة بيجيني نفس التعليق. في ناس بتقولي انت ليه بتطلعي تملي بالإسدالات المعفنة اللي انت لابساها دي؟ إسدالات الصلاة يا جماعة بقت إسدالات معفنة. طبعًا أنا مش هاقدر إن أنا يعني أتطاول أو أقول كلام جارح أو يزعّل حد، بس اللي أنا هاقوله لِك إن إسدالات الصلاة دي عمرها يا حبيبتي ما كانت معفنة. وإذا كنت أنا باطلع بإسدالات فأنا علشان محترمة، وإذا كنت بانقي برضه تملي ألوانات الإسدالات تبقى غامقة برضه علشان أنا الحمد لله محترمة. في ناس معيّنة يا جماعة من كتر ما شافت أشكال يعني ما يعلم بيها إلا ربنا بتطلع بقى بالمحزّق والملزق، مش طايقين إن هم يشوفوا واحدة محترمة. انا الحمد لله مش بزكي نفسي يعني على الله، بس الحمد لله انا محترمه جدا، وبطلع قدام الكاميرا بالحاجه اللي ينفع ان انا اخرج بيها في الشارع. ما ينفعش ابدا اطلع لكم بالوان صارخه، ولا كمان اطلع لكم ببيجامات، ولا ينفع كمان ان انا اطلع لكم بحاجه يعني ملزقه. فانا بطلع بالاسدال وهفضل اطلع بيه الاسدال المعفن اللي انتوا بتقولوا عليه ده. فما تزعلوش مني لو انتوا مش طايقين تشوفوني كده او تشوفي منظري كده بالاسدال المعفن. فطبعا انا مش هقدر برضه اقول لك اطلعي من القناه لان القناه دي بيتي وانا مش هينفع ان انا اطردك منه. بس على الاقل يعني ما تضايقنيش، شوفي وانتي ساكته ما تضايقنيش بالكلام. ولا ايه يا جماعه؟ كلامي ده صح ولا غلط؟ قولوا لي كده في التعليقات اذا كنت انا بتكلم صح ولا غلط. يا جماعة أنا عايزاكم تفهموني، المحتوى ده يعني ممكن يبقى علمي وانتفع بيه، ممكن حاجة تفضل كده لغاية حتى بعد ما اموت. طبعا الأعمار بيد الله، محدش عارف إذا كان هو هيموت امتى. فأنا مش عايزة ربنا يسألني في يوم من الأيام على حاجة أو لبس معين أنا طلعت بيه في القناة. أنا بطلع باللبس الزي الإسلامي اللي هو أرضى إن أنا أخرج بيه في الشارع. أنا بطلع بيه قدامكم في الفيديو. فلو سمحتوا يا جماعة أرجوكوا بلاش إن انتوا تعلقوا لي تاني مرة على لبسي، لأن هو لبسي يعني ما يهمكوش خالص في أي شيء. اللي يهمكم هو انا بقدم ايه وانتوا بتستفادوا بايه، مش اكتر من كده. خلاص بقى انا اتكلمت كتير، معلش يا حبايب قلبي بقى متزعلوش مني، بس ده من عشمي فيكم. واحنا اخوات برضو، فعلشان كده ايه يعني اذا كنتوا اخوات يعني اتعاتبوا. هنخش بقى على الفيديو الجميل جدا، واقسم بالله بصوا عايزه اقول لكم عسل عسل نحل كده. النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض شويه قرص باللبن. بصوا خيال حاجه، بصوا اخر طعمه. عايزه اقول لكم ان مامتي حبيبتي ما بتحبهمش غير من ايدي، بجد في منتهى الجمال. بالنسبه لمكوناتهم سهلين وبساط وكلهم موجودين عندك في المطبخ. بصي يا ستي، اول حاجه في المكونات هتجيبي كيلو دقيق. كيلو دقيق هتحطي عليه يا اما كوبايه زيت او كوبايه سمنه، او تخلطي سمنه على زيت. حابه ان انت تستبدلي السمنه بالزبده يبقى يا سلام، هتبقى جميله جدا. يبقى كيلو دي هتحطي عليه قد ايه؟ كوبايه سمنه على زيت او زبده على زيت، تمام. وتحطي كمان رشه ملح وتلات اربع معالق سكر. ممكن تحطي لغايه نص معلقه، نص معلش كوبايه سكر. وكمان هتحطي كيسين الخميره الفوريه اللي احنا بنشتريها الجاهزه، او معلقتين كبار. وكمان بتحطي انا قلت لكم رشه ملح صغيره. وهيبقى معايا كمان كوبايتين حليب دافيين، لازم يكونوا دافيين بدرجه حراره كده يعني تكوني تستحمليها، لان طبعا الحليب لو السخونيه بتاعته زادت ما بيخليش الخميره بتاعتنا تشتغل. وهي دي كل المكونات بتاعتنا، ولا اكتر ولا اقل من كده. اول حاجه طبعا بنحط المكونات الجافه على الدقيق اللي هي الملح، وكمان السكر والخميره الفوريه، وبنقلبهم كويس قوي مع بعض. بعد كده بنروح نازلين بقى بكوبايه السمنه على زيت او الزبده على زيت، وتفركي الدقيق زي ما انت شفتوا كده في الاول لغايه لما يوصل لان هو يبقى عامل زي حبات الرمل بالظبط.
وبعد كده تبدأي بقى ان انتي تزودي الحليب شوية بشوية لغاية لما العجينة بتاعتك تلم. المفروض ان انتي تخدميها كويس قوي، مش اقل من 4 5 دقايق، لغاية لما مادة الجلوتين اللي جوه دي تطلع كده ويبقى عامل زي الاستيك كده بيمط معاكي. وبعد كده بتسيبيه بقى في مكان دافي يختمر. بنسيبه يا جماعة في الفرن الدافي او في اي مكان دافي، بس طبعا في الشتاء انا بخمر تملي في الفرن، ودلوقتي هوريكم برضو ان انا بخمر في الفرن. بولع الفرن دقيقتين كده على درجة حرارة عالية، وبعد كده بطفيها واخليها دافية، وادخل جواها العجينة. ما بتاخدش وقت خالص في التخمير، ما شاء الله بتضاعف مرتين. وبعد كده لما بتختمر بقى بتقطعيها كده لكور كبيرة، وبعد كده الكور الكبيرة بتقطعيها كور صغيرة. انا تملي بحب اقطع القرص اللي هي الطريه دي الكوره حجم الليمونه. الليمونه يعني الكبيره، ما تقطعهاش كبير، لان كل ما بتقطعي القرصه كبير او الكوره معلش كبير من الاول، كوره العجين كل ما القرصه بتبقى كبيره. انا عن نفسي بحب اعملها صغيره كده، لان الواحد يمسك واحده يخلصها، او الطفل الصغير برضو لو مسك واحده يخلصها ما يسيبلكيش باقي، وبالتالي ان انت تحضري منها. بالنسبة بقى للقرص الطرية بتاعت النهاردة، بصي بقى عيشي في الحشوات. انت ممكن تعمليها ب100 حشوة، ممكن تحطي لها جبنة، ممكن تحطي لها مش قديم هينفع برضو والله يبقى تحفة. ممكن تحطي لها لو عايزاها مسكرة تحطي لها عجوة، او تحطي لها ملبن، او تحطي لها حشوة سكر على قرفة. يعني بصي ممكن تحطي 100 حشوة، كل الحشوات دي هتبقى شغالة. النهارده انا عملتها سادة، وعملت كمان بالجبنة البيضة اللي هي الامبولي. عايزة اقول لكم الجبنة الامبولي دي بتبقى تحفة في الحشوات. ليه؟ لانها بتبقى حادقه وجميله. بالنسبه لكميه السكر يا جماعه اللي احنا بنحطهم في الاول في العجينه مش بيخلوا العجينه مسكره، علشان ما فيش ناس تقول لي يعني ازاي انت حطيت لها سكر كتير ورجعتي تحطي لها جبنه. لا والله الطعم بيبقى خرافه بجد، بيبقى طعم جدا ومظبوط قوي قوي. بتعملي بقى الكرة زي ما قلت لكم حجم الليمونه، وبعد كده تبططيها. لازم الفطيره تبقى مبططه يا جماعه، السمك بتاعها بيبقى اقل كده من نص سنتي، لانها بتختمر مره تانية قبل ما تدخل الفرن، وبعد كده حجمها برضو ما شاء الله بيتضاعف مره تانية لما تخش الفرن. فعلشان ما تبقاش تخينه قوي وتبقى عامله يعني معاكي زي الكايزر، فحاولي ان انتي ترققيها من الاول. وبالنسبه بقى للقرص المحشيه، انا بحط لها جبنه واقفل عليها كويس قوي، وبعد كده برضو بفردها وبحطها في صواني عليها مسحه زيت صغيره، علشان بقى القرص يعني ما تلزقش. دلوقتي بقى انا بخرج القرص بتاعتي من الفرن. شايفين يا جماعه انا كنت بخمرها ازاي؟ انا حبيت ان انا اوريكم بقى المقطع ده، وتشوفوا ان انا فعلا بخمر العجينه جوه الفرن. ما شاء الله طالعه، بصوا يعني قشطه بيضه كده، وما شاء الله مختمره كويس جدا. دلوقتي هولع الفرن بقى على درجه حراره بتكون عاليه. انا هنا ولعتها على درجه حراره 180. عندي 180 عاليه، لكن انت لو عندك 180 وسط لا خليها 200. لازم تكون درجة حرارة عالية علشان القرص تستوي تسوية مظبوطة، ما تاخدش يعني لون غامق، تاخد لون دهبي حلو كده خفيف من تحت، وفي نفس الوقت تحتفظ بطراوتها وما تبقاش ناشفة. بالنسبة بقى لمدة التسوية جوه الفرن، ما تخليهاش برضو تطول كتير. لو انت مسخنة الفرن كويس من الاول ودخلتيها زي ما قلت لك على درجة حرارة عالية، مش هتاخد منك اكتر من 20 ل25 دقيقة بالكتير قوي. اول ما بتخرج زي ما انتم شايفين كده بديها بقى بخة مية. ده بخاخ مطبخ يا جماعة نضيف، ما فيهوش اي حاجة خالص. وبعد كده بغطيها بقى بفوطة مطبخ، بترد بقى طرية كده. وعايزة اقول لكم بتبقى زي البويشة. شايفين بقى القمر؟ مش بقول لكم فيديو قمر النهارده؟ بجد القرص الطرية من اجمل الحاجات يعني المحببة لقلبي، ان انا بعملها على طول. ما شاء الله حلوة جدا، وكمان عايزة اقول لك موفرة، وكيلو دقيق ما شاء الله بيجيب لك كمية يعني عظيمة. بالهنا والشفا ليكم كلكم يا حبايب قلبي. قرص طرية بقى والجبنة يا سلام، يبقى لازم بقى كوباية الشاي بقى المعتبرة المظبوطة. شوفي انتي بقى مزاجك، بتشربيها سادة بتشربيها بلبن، بس يا سلام بقى والقرص كده طالعة سخنة بقى وريحة الخبيز مالية البيت، وتعملي لك كوباية شاي بقى في ساعتها، وتاخدي لك واحدة كده سخنة بالهنا والشفا على قلبك. بجد بيبقى طعمها بصوا تحفة. وعلى فكرة يا جماعة والله ريحة الخبيز في البيت بتدي طاقة إيجابية جميلة جدا، وبتملى البيت كده خير وبركة. خير وبركة.
بتملى البيت خير وبركة. بصوا بقى الصبة دي قهوجية، بصوا جامدة جدا. بالهنا والشفا ليكم كلكم يا حبايب قلبي، وكمان بالهنا والشفا اللي هيجرب الطريقة. زي ما قلت لكم، اهم حاجة لما القرصة تطلع من الفرن تديها بخة مية وتغطي عليها بفوطة مطبخ نظيفة لغاية لما ترجع طرية. وبعد كده بتحطيهم بقى في حاجة بلاستيك وتقفلي عليهم، يا اما كيس، بس لازم يكونوا طبعا بيردوا تماما علشان ما يعجنوش. وبعد كده ممكن تقسميهم اكياس برضو وتحطيهم بعد ما يبردوا في الفريزر. شايفين بقى الجمال؟ وتسحبي منها بالطلب بتفك وترجع زي ما يكون لسه عاملاها دلوقتي حالا. بصوا ما شاء الله بقى مستويه، وبصوا قشطه بيضه كده، اللهم صل على النبي، قمر قمر يا ام عبد الله. استنى بقى يا حبايب قلبي تعليقاتكم الكتير على الفيديو، كمان لايكاتكم، ما تزعليش مني للمره التانية. اسيبكم بقى يا حبايب قلبي في رعايه الله وامنه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.